انا عايز بس عشان محدش يفهم غلط، مسرحيه انقلاب باظت لان كان كل حاجه فيها غريبه. جلال الشرقاوي كان حاطط شاشه سينما على المسرح، وايمان البحر درويش ونيلي بيخرجوا من الفيلم على المسرح. هو كان ويخشوا من على المسرح في الفيلم، يعني ينط لك من الشباك، يعني يخرج من الكادر السينمائي يكمل، يرجع من المسرح ينط في الشاشه بتاع السينما يكمل. فما ينفعش بطل يغيب. فلما ايمان البحر درويش قرر انه سفريه فما كملش المسرح، ما قدروش يجيبوا حد تاني، خلص الموضوع. عشان بس انا ممكن اقول باظت المسرحيه. لا للاسف جلال الشرقاوي صورها بكاميرا فيديو من بعيد كده ونازله على اليوتيوب، طبعا ما تبانش خالص. الناس بس انا ان شاء الله، لان النوت عندي ولانه المسرحيه دي كانت اخر ما كتب صلاح جاهين، فهي كمان مهمه جدا. كل الحاجات اللي فيها كانت غريبه، والفكره نفسها هي بتتكلم عن كل الاحداث اللي احنا مرينا بيها واللي بنمر بيها دلوقتي. فان شاء الله ناويه اقدمها هديه للاوبرا او لاي حد، بس وانا بحميها يعني، علشان لازم الناس ترجع تشوف وتسمع عظمه العمل ده، مش بس في اخراجه، في الفكره. ان شعب بيبتدي بيقول انا ميت من الجوع، وبينتهي بيقول ادركنا يا الله. كل اللي احنا مرينا بيه ده، فان شاء الله لازم العمل ده يطلع للنور تاني.